بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله دائما وأبدا. آسف لو في دوشة، بس عشان في معرفش في عيال بتلعب بره. أنا معرفش يعني أما باجي أسجل ربنا يهديهم بقى. اللهم نصرا كنصر بدر يا رب العالمين، وفتحا كفتح مكة يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا رب انصرهم يا رب العالمين. ادعوا لهم يا اخوانا، ادعوا لهم يا جدعان، ادعوا لهم. في سؤال عايز اساله وهحاول اجاوب عليه في الاخر. هل لو لا قدر الله شعب فلسطين وشعب غزة كله، لا قدر الله ربنا يحفظهم يا رب، كله اتباد، هل هنطلع نتفرج برضو على مطوشة وعامر حسين يطلع يقول الحكام ما تنزلش بالشق؟ يعني السؤال ده هنعمل ايه؟ يعني حياتنا هتبقى عادية وهنمشي في حياتنا؟ ندخل في الموضوع بتاع الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أوسيريو يطلب الاستقالة من تدريب نادي الزمالك، وكابتن حسين لبيب يحتفظ بحق الرد. أول حاجة هنيجي طبعا للكلام ده. أول حاجة، في ناس جماهير من نادي الزمالك، ناس بتشجع نادي الزمالك، يوتيوبرز وناس يعني ايه على السوشيال ميديا والكلام ده، بيقولوا حاجة غريبة جدا. بيقولوا جماهير نادي الزمالك، الالتراس بتاع نادي الزمالك اللي كان في الاستاد ما كانش بيشجع نادي الزمالك، والجماهير تشيل جزء من الخسارة. ليه؟ لانهم دعموا فلسطين من اول دقيقة لاخر دقيقة. طبعا كل الاحترام ليهم، هم معرفش يعني ممكن تكون القضية، الدين، العروبة، النخوة، الرجولة مش من اولوياتهم. ولكن انا يعني كواحد، الدين، النخوة، الرجولة، الكلام ده بيبقى من اولوياتي. يعني بحب نادي الزمالك، زي ما بحب مثلا يعني حاجة كبيرة، كيان بعشقه، ولكن مش على حساب الدين، مش على حساب الوطنية، مش على حساب الكرامة، مش على حساب الأخوة. أنا مش بزايد على حد، أنا أقل واحد، أنا جربوع مش بزايد على حد. ممكن يكون هم أعلى مني بكتير، ولكن يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بحاول على قد ما أقدر بذكر الناس إن جمهور نادي الزمالك عمل ملحمة تاريخية في الماتش من أول دقيقة لآخر دقيقة، وإحنا خسرانين كان بيشجع الزمالك وكان بيشجع القضية الفلسطينية. ليه نشيلوا الجماهير بتاعت اللي كانت في الاستاد الخسارة والكلام العبط اللي احنا بنقوله ده؟ كل الشكر ليهم، ربنا ان شاء الله يجازيهم خير ان هم صرخوا باعلى صوت للشعب اللي بيتباد دلوقتي. كل الشكر ليهم. اسف على الانفعال، انا هتكلم بهدوء في موضوع اوسيريو. اول حاجة بس، احنا كجماهير نادي الزمالك يعني بننسى، كبشر بننسى. احنا في الموضوع ده من امتى؟ بقالنا دلوقتي داخلين في 7-8 شهور مع اوسيريو. ماتش كويس، ماتش وحش، نطلع نفشخ ميتين اللي جاب اللعيبه ماتش، والماتش اللي بعديه اللعيبه جامده، اللعيبه الرجاله، احنا عندنا لعيبه. الماتش اللي بعد اللي بعديه نطلع نفشخ اوسيريو، الماتش اللي بعد اللي بعديه نطلع نقول ده راجل عنده فكر وراجل محترم وراجل فكره عالي والكلام ده كله. انا في الحقيقه يعني مؤخرا في الاخر كام ماتش ما بقيتش بطلع يعني اقول الكلام ده. ليه؟ بقت يعني طعمها وحش. ده راجل طلع قال على الملأ انا بلعب كده هفضل على طول كده. انا مش هغير التشكيلة، انا بلعب كده، محدش يقدر يحكم عليا، انا المدير الفني، انا رئيس الكورة، محدش يقدر يتكلم في الكلام ده. اللعيبة بتغير اماكنها كل شوية. في بعض اللعيبة مش قادرة تقف على رجليها، لا بتنام ولا بتاكل كويس ولا بتتدرب كويس، معرفش ايه اللي بيحصل معاهم، مش بنديهم اعذار. الله اعلم، الله اعلم. احنا اصلا من اول يعني من الموسم اللي فات واللعيبة مفيش يعني مش شنبات، اللعيبة مش شنبات، ما عندهاش الحرقة والغيرة.
بنشوفهم ماتش فلتة، عندهم روح. الماتش اللي بقى مش هنطلع بقى كل ماتش، يعني الماتش اللي جاي قدام زد كسبنا 7 كسبنا 5، اللعيبه رجاله، اللعيبه حلوه، حيرتنا معاك يا عم اوسيريو، حيرتنا معاك يا لعيبه. الماتش اللي بعديه نتدب، نخسر 2 نخسر 3، يا ولاد البلاء، ده الراجل لازم يمشي. مش لازم يمشي، طب حلو قوي. نيجي للنقطه المهمه بقى. افرض الراجل ده مجلس الاداره، بصوا النبي اخويا، احنا لسه جايين وعايزين نبدا من اول وجديد، وعايزين يعني ايه استقرار والكلام ده كله، خد بعضك واتكل على الله. هيقول لهم طب حلو قوي، انا عايز الشرط الجزائي، وعايز الفلوس اللي متاخره، وعايز 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 وعايز. هل مجلس الاداره حاليا اللي طالع ميتينه عشان يعرف يوفر مستحقات اللعيبه والجهاز الفني والموظفين في النادي ومش عارف ايه، وبيشحت من طوب الارض، هيعرف يوفر الشرط الجزائي بتاع اوسيريو ومستحقات اوسيريو المتاخره ومستحقات اللعيبه وغرامه بوطيب وغرامه لشبونه وموظفين النادي؟ شوف بقى واكشن بونج على باتشيكو على كابتشينو على حاجه باهتمام. يعني الناس بس اللي بتقول اوسيريو هو لازم يمشي، ولكن انت مش قادر. امر واقع محطوط علينا، امر واقع محطوط علينا. حاليا مجلس الاداره يعني بالعقل، نفكر بالعقل، يعني بعيد عن النرفزه وبعيد عن العصبيه. خسرنا مجلس الاداره حاليا اكيد بيفكر في البديل، ولكن قبل ما يفكر في البديل بيفكر في الفلوس. هو معاه قدامه موسم كمان، هياخدوا مهمه انتحاريه مع جماهير نادي الزمالك. اصل الجماهير مش هتصبر ماتشين، اصل احنا لا هناخد دوري ولا كونفدراليه، احنا مش هناخد اي حاجه. مش تشاؤم، بس هو قال كده، هو قال كده. ايه اللي هيغيره في يوم وليله؟ بقاله 7 شهور بيعمل نفس الكلام. ايه اللي هيغيره في يوم وليله؟ مش هيتغير. مضطرين اسفين ان احنا نفضل بالشكل ده، ماتش وماتش. ممكن ماتشين نخسر وماتش نكسب. ده بعد ايه؟ يعني المكسب بيجي بعد حريق الدم، حتى لو كسبانين 5. في ماتش سموحه التغييرات اللي عملها حرق دمنا، اتسببت في هدف يدخل فينا. الناس بتتكلم على عبد الغني ومش عبد الغني. عبد الغني بقاله 7 سنين ما بيلعبش، مره واحده يلعبه، وعبد الغني معروف مستواه، والراجل بيقل من لعيبه في التدريبات. لو تشوفوا الصور بيجر اللعيبه ازاي وانت ما بتفهمش، انت ستيوبيد والكلام. هو بيقل منهم، عشان نبقى فاهمين وعارفين برضه. مش دفاعنا عن اللعيبه، مش دفاعنا عن اي حد، دفاعنا عن المنطق والعقل. مش هنطلع كل ماتش نقول كده، مرة نسقف ونزغرط ونرقص ونفرح، ومرة نعملها مندبة ونقعد نندب حظنا ونقوله يمشي وده يمشي واللعيبة ومش اللعيبة. يعني يا جدعان، يعني شوية نضج وعقل. والناس اللي بتلوم جماهير نادي الزمالك، انا مش عارف اقول لكم ايه. بالنسبة للسؤال اللي سألناه في الاول، انا ما اعرفش الرد بتاعه برضو ايه. لطفك بينا يا رب، ربنا يلطف. انا اسف على الانفعال، واسف اقسم بالله الواحد قلبه محروق ومتقطع وهو طالع. انا اسف. كان معاكم برطمنت، اشوفكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله يكون في خير بامر المولى عز وجل. سلام عليكم.